عاملة شخصية ليه هو وبس، ومالت عليه كده ببراءة كده، سألته هو أنا عجبتك ولا إيه؟ وأكيد أنت حبيتني في القاهرة الأول. فصدمها بإن ده ما كانش أول لقاء بينهم، وبيروح له بقى وهو كان بيتكلم مع الجدة اللي كانت مصرة إن هو يتجوز العروسة اللي هي اختارتها له، واللي هي بتكون هي نفسها سام. بس هو ما كانش يعرف إنها تقصدها هي، وقال لها كده هي خدعتك وخلتك تحبيها، وإن هو خلاص اتجوز ومش هيغير عروسته أبدا. وبنعرف بقى الطريقة اللي سنة عرفت بيها الجدة، وهي إنها شافت الجدة كانت في الماركت وعاوزة تشتري جزر بس ما لقيتش، وبعدها سان شافتها من بعيد وهي واقفة قرب الباسكت، فصعبت عليها جدا وتوقعتها فقيرة وإنها محتاجة، وعرضت عليها إنها تجيب لها الجزر بنفسها لغاية بيتها. بس أول ما بتوصل لبيتها بتتصدم وبتتفاجئ من القصر اللي هي عايشة فيه، وقبل ما تدخل بتتفاجئ بالواد ده واللي بيكون حبيبها القديم، وسابها علشان ارتبط ببنت غنية وافتكرها عاملة توصيل. ولما قالت لهم انها جاية وجايبة هدية لصديقة ليها، اتنمروا بانها اكيد مصاحبة الجنايني او البواب، ووروا بقى المساعد الهدايا الكتير والغالية اللي جايبينها للرئيس شين.